أشهر التماثيل اللي موجودة في متحف الأقصر تمثال الملك رمسيس السادس، وهو ماسك أحد الأعداء بالشكل القوي ده، إن هو ماسكه من شعره ورابط الكوعين بتوعه من ورا. على فكرة طريقة الربط ما كانش بيربط من الرزغ من ورا، هنا كانش يربط من الرزغ، لا كان بيربط من القلبه كنوع من أنواع العذاب الأكتر. ولو ركزنا إن هو هنلاقي فيه أسد، إن هو رمسيس السادس بيقول إن أنا يعني قدرت أروض الأسد. هي فيها نوع من أنواع البروباجندا، عايز يقول أنا روضت الأسد، أنا استخدمته لحماية بلدي وحمايتي ضد الأعداء، والكلام ده كله. أنا يعني أعتقد إنه مفيش حد روض الأسد بهذا الشكل، لكن برضه نوع من أنواع البروباجندا اللي كان بيعملها الملك رمسيس اثنين. وكان لما بيشد الأعداء بيشدهم بهذا الشكل عرايا كنوع من أنواع الإذلال للأعداء. تاني المنظر الأجمل إن هو لما يجيب أحد الأعداء ويعمله كمسند للقدم، مسند القدم يعمله على حساس كتلة بلوكية بهذا الشكل، لما يقف ويحط رجله عليها ويتحط الأسير بهذا الشكل، دقنه على الأرض بالكامل ومربوط برضه من الكوعين بهذا الشكل كنوع من أنواع الإذلال والتحقير من الأعداء اللي قدر يسيطر عليهم الملك رمسيس السادس بهذا الشكل. ودي تحفة فنية جميلة جدا بتبين لنا قد إيه قوة المصري القديم، قد إيه هو كان لازم يثبت جبروته وقوته عشان يحط الخوف والفزع في نفوس الأعداء، وإن هو اللي هيتمسك هيتربط بهذا الشكل وهيبقى عاري الجسد وهيستخدمه كمسند للقدم. تمثال رمسيس السادس. نتكلم عن الذهب ونتكلم عن جمال وحلاوة صناعة الذهب عند المصري القديم. نشوف الغوايش، بعضها كان استخدم وبعضها كان بيستخدم للعالم الآخر، لاستخدام الزينة في العالم الآخر. لو نبص شكل الغويشة شكلها ازاي، وعلى فكرة دي بتزن 220 جرام، يعني أقل من ربع كيلو بشوية تقريبا، وزنها شديد جدا. هي دي مصمدة. هنلاقي برضو بعض الحاجات اللي كانوا بيستخدمها، سواء كان الحلقان سواء الغوايش، ومنها بعض الغوايش دي اللي بعتقد البعض انها ما كانتش مستخدمه. هو فعلا بعضها ما كانش مستخدم، بس كانت تستخدم كموديل برضو للاساس الجنائزي في العالم الاخر. في عاده مصريه حديثه بس مقتبس من عاده مصريه قديمه، لما بيجي يبني بيت بعض الاحيان بيحب يدفن صندل، يعني لطرد الحاجات الباد اي او العين الوحشه او الحسد او الكلام ده كله. المصري القديم عمل لنا حاجه تسمى ودائع الاساس، اسمها فاونديشن ديبوزيتس. قبل ما يعمل المعبد بتاعه كان بيجي على الاركان الاربعه بتوع المعبد وبيحب يدفن بعض ما يسمى بودائع الاساس، بعضها لجلب الجود لك او الحظ الحسن، وبعضها لطرد الارواح الشريره، عشان يضمن انه لما يجي يبني بيت او يجي من المعبد ما فيش حد ممكن ياثر عليه بالباد لك او الحاجات طرد الارواح الشريره. لو بصينا هنا بقى يسمى بالاموليتس او التعاويذ، الحاجات الحظ الكويس، منها بعضها على شكل عين حورس، منها بعضها على شكل ابن آوى، منها على شكل الجعران، منها على شكل الإلهة تاورت اللي هي أنثى فرس النهر ربة الولادة عند المصري القديم. والجعران هو إله الحظ، والجعران طبعا حاجة معروفة جدا إنه هو كان بيستخدم للحظ الكويس وطرد
الأرواح الشريرة. وده كان فكرته جت من عند المصري القديم، إن هو شافه إن هو إله شروق الشمس. جناح ده خاص، أو الفاترينا دي خاصة بالعملات. منها العملات البرونزية أو النحاسية، منها العملات الفضية، منها العملات الذهبية، ودي العصر البيزنطي. ومنها عملة هنا في منتهى الجمال، وهي العملة الإسلامية، ودي أقدم عملة إسلامية يتم العثور عليها. والعملة دي خاصة كانت بالملك عبد الله بن مروان.